نلقي برطلة دائما تحية قيمتها تخكويا. زيارة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني مرنا نخلق قميثة زيارة إشلي حيثة رسولية الذي دكثا. طبعا كل يعني إيتا بيش دور ريدة دائما كذا نوع من رفع معنويات الناس شديدة حيكتويا، خاصة بان يومات تخناوى صعوبة كم صالح سيدنا البطرك بن تامة وثير الآخر بنفس الوقت حتى نفقد رعيته لأنه بعد إذا رعية أنه كل سميخة منه، وبنفس الوقت بروخة كلنا بغدادية كم صالح دخاتر ذادي إيتا ودخاتر العراق بشكل عام خاصة ذادي كفاية بعد فترة إبا خناوى يعني إبا صعوبة باختيار رئاسات وغيره. أخني ليل دور ريدا سياسي ولكن كم صالح حتى آلاتي والحكمة دا عندنا قائمين لادي من دي. هذه زيارة خشونا أهي زيارة رعوية بحتة. دث سيدنا البطرك بس قيلة حتى تخازة ناس شديدة حب برطلة رعية حب برطلة ودم شاجعة إذا ناس حيلة محتاجة بين فترة لفترة أنه ثبتي بأرادته وأني زيارات من ديان دكشوقي ثبتي بهذه أرا وهذه أراديدني لا خشونا كل التراث الموجود بهذه منطقة كل دكثة بقاوح كاميرا أخني كأخوة خمزونة مقامين كل عندنا موجودين دها. لقها يملي أنا ماني زاعل وماني لك زاعل حقيقة تاريخية ليه بخد ماشيلة آثار دينا خضر ولنا كلها كمري دا كلها ناشي ودا عراق ودا كلها بلدان دينا منطقة أنه أخني مزونك يا أخوة آخا وهرب بيش آخا وما قدر شعب ديدا كي آخا أما زال شعب ديدا أو من ديخنا إن شاء الله أو ألا كذا كم دابر هذا الشعب ديدا. زيارتنا بالتأكيد هاي الأولى كزيارة رسمية لأبرشية، جينا أكثر من مرة قبل وبعد داعش، لكن هاي الزيارة الرسمية الأولى تختلف عن سابقاتها لأنه أعطتنا فرحتنا قبل كل شيء إنه شفنا الناس موجودين بعدهم بالآلاف موجودين برجاء وبأمل، موجودين بالتزام بأرضهم وبوطنهم وبكنيستهم طبعا، وهذا يفرح القلب. فنحن نصلي من أجل برطلة من أجل سهل نينوى ومن أجل كل العراق، لكل أبناء العراق من مسلمين مسيحيين يزيدين وغيرهم، لكل مكونات الشعب العراقي من كل الأعراق نطلب لهم توفيق الصحة والعافية وإن شاء الله يستمروا يعيشوا مع بعض بمحبة وبأمن وبسلام من أجل مستقبل العراق وكل المنطقة. يوم دولتا خميس عصري مطير لدير شماتي دي لهم مقر الأبرشية، وبعدين بدين بعض الديخ بدين يعني زيارة خني المثواثة دي نتابع الأبرشية شخمتي من ضمن قمة كل بورتلي أي ماث تقطع دي تاريخ دقيقة حيلي من زمن أشوري، وبش يوم الأوتا بورتلي كل يوم استقبال رائع وحافل يوم في بورتلي إلى أن نخلق عش السريان قلعة السريان عاصمة السريان أغرب العراق بورتلي. وطبعا أكيد هو من هاج زيارة حافل اليوم سواء بافتتاح المشاريع بتاخذ مشاريع سواء خاثي بعض التمر لداعش من ضمن مركز ثقافي من ضمن قاعة تعازي من ضمن جرسية قبة ناقص مريم عذراء وترميم عيد بشموني وباقي باطل منشآت كنسية لكم لخين. شكر ربي الله طبعا هذا دي. ثاني يوم سيدنا باتركيو في بعشيقة أيضا هذه ماذا دكم دامروا لداعش متى تابع الإيتاثة من مراكز نشاطات بناءات كم دول داعش، فكمل بنائين سيدنا باتريك كليين وبشين شكلين بركة رسولية بادي نشاط إيتا وياله باني مراكز سواء المدرسي أو الروضة أو المركز الثقافي أو إيتا أو كل النشاطات كل أضرحة أو كل بنايات إيتا. وأيضا استمر حفل يو بديع في بعشيقة، ويوم الثلاثاء يوم خشامة تمل كيو في بعزاني أيضا على نفس المنهاج مد نمر داعش وثير بنايه من جديد طريق جهود سيدنا مطران موسى الشماني وجهود اللي كانوا كلين أي منطق طبعا منظمات المقدمين إيتاثا على مطرين كلين بارقوين كل خادم سوهم لهم بني عدد أعمار من دمر داعش، وبتغن أيضا سواء الروضة أو الإيتا أو البناءات قاعة تمسينو وبناءات خني إيتا تحت الإنشاء كلين شغلنا هاي بركة عظيمة إن شاء الله ربي لا
بدي موافقة الجميع في الخدمة، تقديم أقصى ما يمكن، أفضل ما يمكن للمؤمنين، حتى بيش بيتي متجذرين بهذه الآراء أواسا. وأجيو من هاجر سيدنا كيو في ميرجي دو تغزيخون ما شاء الله يمثلوا ما زرت له، لكن عظيمة بإيمانه من قبل الناشدين وكهنته. والقرى دينا بني خاثي دينا تبع الله، سواء مغارة الفاف بركة بشقلها بركة من سيدنا البترك اليوم إن شاء الله، وكم زراعته وشوما إن شاء الله تعالى تعمله. شكر قلبي على نعمة عظيمة، ونتمنى كلنا صحة وعافية وعمر مديد تسعين البترك. على نطير غدانا ريش غدانا دي آون خليفة مار بطرس ودي آون رئيس رعاة بصراحة. وشكر كلنا سادة مطارنا الأجلاء دي ثيام منه، سيدنا يعقوب باباوي، سيدنا يوسف، وشكر أيضا ديو منا سيدنا نيقوديموس داود الشرف. وشكر كل هذا وكل الشعب المؤمن بطلب استقبال دولة نجاح وانطباع كلش خليا عن محبته ده رئيس رعاة ومحبته دمشيحة، وهي منوثة جزيرة البواين. ألا مبارك في أوكرين ومثبت هذه منوثة البواين والبديلين إن شاء الله دائما بيش بيت هذا إيمان وثبتي آخر بين منطقة إلى أي منطقة تراثا محافظة تراثا وكل مدة لان. ألا مبارك الجميع.